سياسة مارفك معروفة، الاستقرار حتى لو اللاعب هبط مستوى. أنا معك، بس قاعد أقول طيب من التشكيلة هذه أيضا. لكن وش اللي نختلف معه احنا فيه؟ الآن خليني أجيك لمركز المحور المتأخر. من عندي عبد الملك خيبري وجاب لي عبد الله عطيف. يعني عبد الله عطيف ممكن يدخل في أي وقت محل عبد الملك خيبري لو لا قدر الله إصابة أو إبعاد، صح؟ ما أقول في عبد الله عطيف، عبد الله عطيف قاعد يقدم أداء، لكن تتكلم عن مركز مهم جدا وحساس. هذا المركز والله أنا ما أتكلم فيه عشان النصر والهلال، أولى فيه أو هذه الخانة أولى فيها إبراهيم غالب. إبراهيم غالب مفترض أنه يدخل في المركز هذا. حاجة ثانية، المهاجمين الثلاثة أحترمهم وأقدرهم. أنا يمكن تعرفون أنتم أقرب لاعب فيهم محمد سهلاوي بالنسبة لي، يعني كصديق خارج لكن أنا أرى أن الراهب ظلم. حسن الراهب ظلم، كان مفترض يظلم في التشكيلة. حسن الراهب قاعد يقدم أداء، ترى على فكرة حسن الراهب حتى مظلوم في النصر، في نادي مظلوم. أنا ماني قاعد أقول طيب أنت ضمك كلاعب رابع. يعني يا جماعة الثلاث اللعيبة ذولي مستواهم هابط. اي بس جو المنتخب يا عبد العزيز ونايف، اي انا معك، والشمراني بس مستواهم نازل. بس كلهم مع المنتخب ادوا. شوف الان نفس الظروف هذه، كانت مستوياتهم منخفضه في انديتهم، لكن مع المنتخب يقدمون مستوى ثاني. صح. بس محمد لما تتذكر مع الامارات لما طلع المهاجمين ولعب فهد المولد بدت الاهداف الثلاثه. بعض الأحيان حتى لو كانوا موجودين في الملعب قد لا يكونوا بس في نقطة معينة أنا أختلف معك في عبد العطيف يا عبد العزيز بريس. عبد الله عطيف أنا أرى أنه هذا الاختيار تأخر جدا، والمفترض عبد الله عطيف بصراحة أنا أرى من الموسم الماضي من أيام عبد العزيز قاعد يقول فيه الأفضل منه. قاعد أقول مش على غالب. أنا عارف أنت تقول غالب أولى مثلا من عبد العطيف. إذا بضم عطيف يكون مع غالب. طيب أنا غالب أولى منه. طيب عبد الله عطيف من العام. شوف بس لحظة أنا أتكلم لك عن لاعب محور متأخر. ترى شوف المحور المتقدم عندنا منه سلمان وتيسير وعبد المجيد الرويلي. إيه؟ أفضل محاورة متقدمة عندنا في السعودية الآن سلمان وتيسير. محور متقدم. عبد المجيد الرويلي مستواه الدكة عدمته، يعني ما عاد أتذكر مستوى عبد المجيد الرويلي. ولكن رغم ذلك نقول قد يكون الرجل ينظر لنظرة مثلا كرات ثابتة، لأنه ما يبغى الرتم حتى البدلاء، ما عندنا مشكلة يعني. بس أنا أقول أنت تتكلم عن مركز حساس، ما عندك إلا واحد محور متأخر، واحد اللي هو الخيبري يبغى له. أنا ماني قاعد أقول إن عبد الله عطيف سيء، لا بالعكس يقدم أداء، بس لما تجي تقارنه بغالب لا غالب أفضل. ماني قاعد أقول إن عبد الله عطيف سيء، لا بالعكس قاعد يقدم أداء وظلم على فكرة مع الهلال. مع الهلال ظلم. الآن أثبت نفسه أساسي، هذا الدليل. أنا هذا اللي أقصده. عبد العطيف حتى من العام أيام دونيس كان يلعب، كان شكل الفريق يتغير مع عبد العطيف ولا اعتمد عليه الهلال في الفترة الأخيرة. الآن دياز فضل عبد الله عطيف، يعني حتى فضل على عبد الملك الخيبري رغم أنه الأساسي، لا صار يلعب عبد العطيف. عشان كذا مارفك لاحظ هذا الشيء. أنت في مرحلة الآن هذا في مرحلة لا ترى في مرحلة الهدف من خلال هيش المدرب يبغى يضمن بعض الأسماء، تشكيلته الأساسية ما حتتغير. في هناك لاعبين عندهم متحركين، فهو الآن حساباته تختلف عن حساباتنا. إذا بنبحث مثلا بمقارنات والأفضلية في لاعبين أيضا خارج التشكيل يستاهلوا المنتخب، لكن احنا بنبني الخيارات ده على رؤية المدرب وعلى واقع مباريات بيلعبها وعلى أيضا المستقبل بالنسبة لنا كيف سيكون. انت ما الآن ما عسكر في سبيل انه يصفي، صح، يصفي اسماء ويستبعد عسكر في سبيل انه يستعد مباراتين. احنا الان ولله الحمد امورنا طيبه كمنتخب. احنا بس نقول كوجهه نظر، ولكن كلامنا ما راح يغير في ابى اختم مع عبد الكريم بس عشان اخذ رايه. تفضل عبد الكريم. شوف محمد، احنا خلينا ناخذ نظره شامله على التصفيات اللي لعبها الان المنتخب اللي هي المرحله الحاليه. يا جماعة الخير، احنا لو نشوف كلنا الآن جميعنا نختلف على وضع الهجوم عندنا في المنتخب. احنا لو شفنا الأهداف الآن ترى هدف وحيد من مهاجم وحيد ناصر الشمراني حصل هذا الهدف منه، ولكن الأهداف من وين جت يا جماعة؟ جت من خط الوسط وأيضا من مدافع عمر هوساوي سجل هدف. فاحنا نعاني. انت الآن تسأل قبل شوي بندر تقول تقارن في خط الوسط نفسه. انت عندك الواقع يحكمك. الواقع المهاجم مش قدم في المنتخب السعودي. محمد ترى هذه المشكلة نعاني منها وربما ما انتبهنا لها حقيقة في حتى على مستوى أنديتنا. احنا نعاني يا جماعة، يجب أن نعترف احنا نعاني ندرة في الهجوم. ترى الندرة عندنا مشكلة. بضرب لك مثال والمثال هذا راح يوضح لك الصورة كاملة. الآن المتصدر عندك أو نقول شبه حسم لك الدوري من هو؟ الهلال. من مهاجمي الهلال محليين؟ يعتمد
مين مهاجمين الهلال المحليين؟ الان ياسر القحطاني ياسر القحطاني ربما يعني كبر شوي يلعب احتياط يعني مش اساسي، يلعب احتياط، ولكن عندك اللاعب المحلي او المهاجم مجاهد المنيع. عندك مهاجمين اجانب يا جماعه، قص على ذلك الانديه الاخرى. بالضبط. اصبح هناك عندنا مشكله كبيره جدا حتى على مستوى الانديه. عندنا الاختيارات مارفك بشكل عام. شوف احنا نتفق معه في اشياء كثيره. مارفك من الاشياء اللي تميزه ايضا في استقرار العناصر. الخط الدفاع ما شاء الله، ما نقول خط الدفاع، الخط الهوساوي ما شاء الله تبارك الله، في تميز في الاختيارات. ايضا عندك الخط الوسط، انا اشوف انه في تميز. كلنا نتفق حقيقه على ابراهيم غالب، ولكن ايضا اضف الى ذلك عبد الله عطيف ترى يمتاز ايضا بميزه ربما مارفك اهتم لها كثيرا. عبد الله عطيف ترى يربط لك ربط حقيقي ما بين الدفاع او العمق الدفاعي والوسط. عبد الله عطيف يتمتع بمهاره كبيره جدا وشاهدناها مع الفريق الهلالي. موهوب. ونعم، وهذا ما يمنع حقيقه استغرابنا حقيقه عدم ضم ابراهيم غالب. انا اشوف المنتخب ان شاء الله انه راح يقدم مستويات ان شاء الله انها تفرحنا، ونبقى على وقفتنا كاعلام مع المنتخب السعودي. هذه مرحله المنتخب، وباذن الله نبارك لبعض باذن الله. هي حكايه وجهات النظر عندما تطرح في المنتخب فهي ايضا من باب الحرص. صحيح، اكيد. صحيح ان احيانا نلبسها زي ما تقول ثوب، مثلا زي ابراهيم غالب. الان لما نتكلم عبد العزيز انا اخذته مو عبد العزيز النصراوي، ابراهيم يستاهل، انت ايدت انا ايدت. صحيح. بالنسبه لعطيف انت قلت عنه كلام جميل، وبنشوف الكلام اللي بتقوله انت على ارض الواقع، لكن عطيف ما اعتقد انه اهم من ابراهيم غالب على مستوى المنتخب. لكن ارجع، هي رؤيه مدرب، لكن ارجع واقول الرجل ده بالنسبه له رؤيته محدده، منهجه محدد مع المنتخب، التشكيله محدده، جايب بعض الاسماء في سبيل انه يكونوا زي ما تقول متحركين. طيب متى محتاج انا بطلع وتعرف ان المباراتين القادمه يعني ايش يحتاج منها على الاقل اذا ذا 4 نقاط. يا رب يحقق. بطلع فاصل انا بطلع فاصل وارجع.